ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى فطاير ممكن تجربوها، وهنسويها على الطاسة. مش هنحتاج ان احنا نشغل الفرن. بعجينة تحفة جدا ومغذية. والحشوة النهاردة خطيرة زي ما انتوا شايفين كده. الفطاير بصراحة كانت طعمها خطير وعجبت كل اللي كلها. يلا بينا نشوف الطريقة مع بعض. عندي 3 كوبايات دقيق مخبوزات او متعدد الاستخدامات. نخلاهم كويس جدا. هضيف عليهم ربع كوباية دقيق سميد، ممكن نستغنى عنها بس بصراحة بتدي هشاشة وطعم حلو جدا للعجينة. معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، وهقلب الدقيق والمكونات الجافة. بعد كده هضيف ربع كوباية زيت، نص كوباية زبادي، ورشة ملح. وهبدأ بقى ان انا اعجن العجينة بتاعتي. هضيف المية بتاعتي بالتدريج لحد ما الاقي العجينة بتاعتي لمت. ونلاحظ ان دقيق السميد بيحتاج سوائل اكتر من الدقيق العادي. انا خدت معايا حوالي كوباية الا ربع من المية. بتكون بتلزق في البداية كده في الايد، بعد كده بنزل بيها على الرخامة وافضل اعجن فيها مدة ما تقلش عن ربع ساعة. لحد ما دقيق السميد يتشرب كويس جدا، والعجينة تبقى ناعمة معايا بالشكل ده وطرية، وفي نفس الوقت مش بتلزق. هبدأ بقى ان انا احطها في البولة بتاعتي واغطيها واسيبها تخمر في مكان دافي لحد ما اجهز للحشوة بتاعتي. في طاسة سخنة على نار عالية هضيف معلقة كبيرة من الزبدة. وعندي هنا صدور فراخ متقطعة شرايح. ببدأ ان انا اول ما الاقيها غيرت لونها بقلبها كويس كده. بالشكل ده ما نبدأش ان احنا نقلبها الا لما تغير لونها كده من تحت. ولازم في الوصفة دي نعملها بزبدة، بتدي طعم حلو جدا. بعد كده بضيف التوابل بتاعتي، ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ. وابدأ ان انا اقلب كويس. طبعا كل دوت لازم يبقى على نار عالية علشان الفراخ بتاعتي ما تنزلش ميتها. بعد كده بضيف الخضار بتاعي. عندي بصلاية متوسطة متقطعة جوانح. عندي فلفل الوان متقطع شرايح. انا الفلفل عندي كنت حطاه في الفريزر وطلعته على طول من الفريزر على النار. عندي ذرة حلوة برضو كنت حطاها في الفريزر. هبدأ ان انا اقلب كويس جدا. بصراحة الذرة الحلوة اديتها طعم حلو جدا. يعني اتمنى ان انتوا تجربوها. هبدأ بقى ان انا اقلب كويس جدا لحد ما الخضار بتاعي ياخد كده تشويحة. وفي الاخر خالص هضيف هنا عندي نص كوباية او تلت كوباية من الكريمة. هبدأ بقى ان انا اقلبها بالشكل ده كده واسيبها تغلي لحد ما الكريمة بتاعتي كده تتقل وتختلط مع الفراخ والخضار. عايزة اقول لكم الحشوة دي مميزة جدا وطعمها خطير. هستناكم تجربوها وتقولي لي رأيكم. بعد كده بطفي النار واسيبها تبرد. بتكون بقى العجينة بتاعتي خمرت بالشكل ده. هبدأ ان انا هكورها لجزئين. جزء يكون الكورة كبيرة شوية، والجزء التاني الكورة تبقى اصغر. هبدأ بقى ان انا اجيب الجزء الصغير وهفرده واحطه على جنب. بعد كده بجيب الكورة الكبيرة وافردها في ناحية تانية كده بسمك رقيق. وبعد كده بضيف الجبنة الموتزاريلا بتاعتي والحشوة بتاعت الفراخ. وبعد ما بخلص بضيف الجزء الصغير. وابدأ ان انا اقفله بالشكل ده كده. وطبعا بكون حاطه طاسه على النار تسخن كويس جدا على نار متوسطه. هبدأ بقى ان انا افردها بالشكل ده كده وبشيلها وبحطها في الطاسة بتاعتي. بكون حاطة عليها نص معلقة كبيرة كده او معلقة صغيرة من الزبدة. وببدأ ان انا احطها لحد ما تغير وتلون لونها كده من تحت يبقى ذهبي. ببدأ ان انا اقلبها بالشكل ده. ما نقلبهاش كتير، هي مرة واحدة بس عشان ما تتقطعش معايا. بخلص بقى كل الكمية بتاعتي بالشكل ده وبحطها على صينية لحد ما اخلص كل الكمية. عايزة اقول لكم ان الحشوة كان طعمها خطير. فعلا بصراحة طعمها مميز، والعجينة طرية جدا ومغذية وطعمها غني. هستناكم بقى تجربوها وتقولي لي رأيكم.
ما تنسوش بقى لو عجبتكم الوصفة تعملوا لي لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد، وهستنى رأيكم في التعليقات وتطبيقاتكم. مع السلامة.